بات من الطبيعي أن نسمع أو نقرأ عبارة ملايين اليوروهات في عالم كرة القدم، وأخبار تهافت الأندية على شراء النجوم بمبالغ ضخمة مع منحهم رواتب خيالية، ما جعل الجدل في تزايد حول السر وراء ذلك وكيفية تحقيق التوازن المالي في ظل هذه النفقات. لكن الحقيقة أنه لا يمكن للأندية خاصة الكبرى منها أن تجازف بأموالها لشراء نجم بعينه أو منحه راتبا كبيرا دون تحقيق الاستفادة المرجوة على شتى الأصعدة، إذ يساهم استقطاب النجوم في زيادة إيرادات هذه الأندية بشكل كبير من مصادر عدة، باعتبار أن كرة القدم لم تعد تركز فقط على الألقاب، بل تحولت إلى سوق مالية قائمة بذاتها مدارها الظفر بأضخم عقود الإعلانات واستقطاب شركات الرعاية وعائدات النقل التلفزيوني وترويج منتجات النادي. ومثالا على ذلك ما فعله ويفعله ريال مدريد لتعزيز هذه الجوانب بانتداب لاعبين من طينة بيكهام، زيدان، فيغو، كاكا، كريستيانو رونالدو وغيرهم كثر من النجوم البارزين وصولا إلى كيليان امبابي. تواجد لاعبين من فئة النجوم يمثل عامل جذب للرعاة، وفي حال ارتبط هذا اللاعب أو ذاك بعقد رعاية فردي مع شركة معينة، ربما يفرض على الراعي والنادي واللاعب التعاون معا إلى حد ما حتى لا تتداخل المصالح. وفي بعض الأحيان تملك عقود اللاعبين مع الأندية بنودا تمنحهم أموالا مقابل الارتباط ببعض الرعاة. عندما تعاقد سان جيرمان مع ميسي، عزز البرغوث من إيرادات النادي من حقوق الرعاية بأرباح تتراوح ما بين 300 إلى 310 ملايين يورو خلال موسم 2021-2022، بعدما جلبت الصفقة العشرات من عقود الرعاية، من بينها عقود شركات أزياء ومشروبات طبيعية وغازية ومشروبات الطاقة والمياه وشركات منتجات رياضية وغيرها. مبيعات القمصان أيضا من بين العوامل المؤثرة وتندرج تحت بند عقود الرعاية، ورغم أن النادي لا يحصل على كامل مبالغ مبيعات القمصان، بل يقوم بإبرام صفقة مع إحدى الشركات المصنعة يحصل بموجبها على مبلغ ثابت ونسبة من الأرباح، فيما تحصل الشركة على بقية المبلغ. لكن وجود اسم كبير يضمن للنادي عقدا ضخم ونسبة كبيرة تتناسب مع زيادة المبيعات. عند انتقال رونالدو إلى ريال مدريد، قاربت عائدات بيع قمصانه من تغطية مبلغ انتقاله قبل انتهاء موسمه الأول. وبعد رحيله إلى يوفنتوس، باعت متاجر البيانكونيري 520 ألف قميص له في غضون 24 ساعة فقط، كما باع سان جيرمان أكثر من 832 ألف قميص لميسي في يوم واحد فقط بعد تقديم البرغوث، في حين جمع ريال مدريد مثلا قرابة المليون يورو في يوم واحد بعد طرح قميص مبابي للبيع. تواجد النجوم أيضا يرفع من عائدات البث التلفزيوني، وأقرب مثال على ذلك وجود مبابي في باريس سان جيرمان كوجه دعائي أول للبطولة، كان يجلب أكثر من 150 مليون دولار بمفرده كزيادة في رسوم البث. لكن الآن وبعد رحيله انخفضت قيمة البث للليغ 1 بنسبة كبيرة. الإعلانات وحقوق الصور أيضا من بين العوامل الربحية للأندية، عن طريق إبرام العديد من الشراكات التجارية مع المعلنين الذين يرغبون في ارتباط خدماتهم ومنتجاتهم بلاعبين بارزين، إذ عادة ما يوقع النادي عقدا مع لاعبيه ينص على إمكانية استخدام صورهم بنسب معينة ضمن استراتيجية التسويق. يمكن للنجوم الوازنة أيضا تعزيز العلامة التجارية لأنديتهم، فمثلا عند وصول ميسي إلى سان جيرمان زادت قيمة النادي التجارية بنسبة اقتربت من 20%، في حين انخفضت قيمة برشلونة بنسبة 11%. وعند انضمام رونالدو إلى يوفنتوس ارتفع سعر أسهم النادي في البورصة بنسبة 10% ثم 20% خلال 3 أيام فقط، كما كان هناك ارتفاع كبير في عدد جماهير الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالرغم من أن هذا قد لا ينعكس على النمو المالي بشكل مباشر، لكن وجود قاعدة كبيرة من المعجبين أصبح الآن ضرورة لأي علامة تجارية،
حيث يساهم في الترويج لأنشطة الرعاية والمسابقات ومبيعات البضائع وأكثر من ذلك بكثير. هكذا إذن يمكن للأندية صناعة الأموال من وراء استقطاب النجوم في لعبة تحولت إلى مجال مترامي الأطراف فيه من النشاط البدني ومن المتعة والإثارة بقدر ما فيه من الاقتصاد والاستثمار والتخطيط والربح المالي، وما خفي كان أعظم.